فكرت العيد في المغرب، قسما بالله يا جماعة الخير، أول ما صحيت الصبح زي هيك وبطلع على الدنيا والأجواء وبطلع من الشباك بفتح لكم اليوتيوب على أول عيد إلي في المغرب، وبعدك صرت أمشي على أعياد. شوف هذا بعد ما خلصنا. روح دبر حالك كيف تتوضا على البدري. ايش بقول له دبر حالك كيف تتوضا على البدر قبل ما يبلش الصلاة. ما أحلى الأجواء قديش مشتاق لها. هذا أجواء العيد طبعا. هذا المعمول والأمور هاي برضه احنا هاي السنة فقدنا الشغلات هذه، المعمول والكعك والقصص هذه. تخيلوا احنا في المغرب يعني قدرنا نعملها، وحاليا هنا في الحرب رغم انه يعني متعودين في غزة الطقوس دائما تكون موجودة وهيك، للأسف برضه فقدناها. هيدي شوف، هيدا غير تخربيق، غير كترون انت. لا هذا روينة اسمه، شوف هذا اسمه روينة. ما سويت تقليات. ليش من صفات لك؟ هذا تخربيق هذا. هذا سلطة، هذا شلاطة، هذا ايش هذا؟ صرت نسوي. تلاقي لي ستنا روح نام يعني. عيدي هذا صار حلو بسبب اني تفرجت على هذيك الفيديو. معلش ليلة القدر هي أحسن ليلة عند المسلمين. حتى أن الله أنزل القرآن. يا سيدي يا سيدي. بسبب التصوير. قاعد تشوف واحدة على حتى كمان يعني ام ناصر ما كانتش مدخره اي جهد عندها انها تعيشنا الاجواء يعني من ناحيه الاكل والشرب وهيك. وجه لها تحيه كبيره وبقول لها كل عام وانت بالف خير ان شاء الله.